السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في قناة خالد سبور. قبل أن نبدأ هذا الفيديو لا تنسى دعمنا بلايك اشتراك في القناة ليصلكم كل جديد عن أخبار محترفي المنتخب الوطني الجزائري. إغويري خرج بتصريح قوي بعد العملية الجراحية وقال: كان قرار العملية الجراحية هو الأفضل وسأعود أقوى. اللاعب مر بفترة صعبة، إصابة معقدة وقرارات كثيرة كان لازم يتخذها بسرعة، لكن في النهاية اختار الطريق الأصعب، الطريق الذي يضمن له العودة بنسبة 100% حتى لو طال الوقت. اليوم غويرية يبعث رسالة واضحة للجماهير: لا تقلقوا، أنا راجع بقوة أكبر من قبل. شغفه بالملاعب ما توقفه ورغبته في تمثيل الجزائر بقيت هي الدافع الحقيقي الذي يخليه يتحدى الآلام ويبدأ رحلة التعافي. الطاقم الطبي أكد أن العملية كانت ناجحة وبرنامجه التأهيلي ماشي بخطوات ثابتة، والجماهير الجزائرية تنتظر رجوعه لأنها تعرف أنه عنصر مهم وقد يغير الكثير في الخط الأمامي. عودته ماشي مجرد رجوع لاعب، بل رجوع مقاتل يعرف قيمة القميص الوطني ويعرف أن كل دقيقة غياب تزيده إصرار باش يرجع أفضل. وفي آخر تصريح للمدرب مجيد بوقرة خرج بكلام واضح: خلق الكثير من التساؤلات بين الجماهير. قال بالحرف الواحد: لم أحسم بعد القائمة النهائية التي ستشارك في كأس العرب. وهذا التصريح يفتح بابا كبيرا للنقاش. بوقرة ما زال في مرحلة تقييم، يشوف المستوى الحقيقي لكل لاعب ويبحث عن العناصر الجاهزة 100% بدنيا وذهنيا. المدرب يريد فريق قد يدخل البطولة بروح قتالية بدون مجاملات وبدون أسماء ثابتة. الأفضل فقط هو للاعب. مصادر مقربة تؤكد أن بوغيرا يتابع أداء اللاعبين في كل مباراة، وحتى التدريبات أصبحت أكثر جدية، لأن الجميع يعرف أن المنافسة على مكان في التشكيلة صعبة جدا. الجماهير الجزائرية تنتظر قائمة قوية، قائمة تمز بين الخبرة والطاقة الشبابية، خصوصا وإن الهدف واضح: الذهاب بعيدا في كأس العرب وتشريف الألوان الوطنية. تصريح بوغر يعطي رسالة قوية: ما زال كل شيء ممكن، والمنافسة مفتوحة حتى آخر لحظة، واللاعب اللي يقدم الإضافة الحقيقية هو اللي راح يحمل القميص ويمثل الجزائر في البطولة.